أحد رجال الإنقاذ من فرقة اسمها أفاد التركية، فرقة إنقاذ اسمها أفاد تركية، يروي قصة عجيبة فيها معجزة وضعوها على بعض القنوات الفضائية. يقول: 5 يوم بعد حصول الزلزال، قال: عندما كنا نعمل مع فريق الإنقاذ في مدينة كهرمان مرعش، قال كنا بالضبط مقابل بلدية كهرمان مرعش نقوم بإزالة الأنقاض. قال: وكانت آلات الحفر تزيل الجدران المهدمة على الأرض، لأنه كل البيوت يعني المناظر يعني هاي كارثة القرن. قال: جاءت سيدة، اجت سيدة ما بعرفوها، وكانت تصرخ علينا، تصرخ تقول وقفوا، وتقول أوقفوا الحفر ولا تحركوا إشي، ما حداش يحرك إشي، وقفوا الحفر. قلنا لها، قالت لهم، بس قالت لهم هون، قالت تحت هذا الجدار الواقع على الأرض، قالت 2 من أولادي تحت هذا الجدار، قال أنقذوهم. وتقول وحددت مكانهم، يعني مش بس هيك، وحددت مكانهم، وصارت تترجاهم إن شاء الله وقفوا هالحفريات، وقفوا هالآلات، وقفوا هالحفر، خلينا نطلع هالأولاد اللي تحت الأنقاض. بقول الرجل هذا اللي من الفرقة التركية للإنقاذ، قال: أوقفنا الحفر فورا، وجاء الفريق طبعا وبدأ الحفر في المكان الذي أشارت إليه هذه السيدة. قال والحمد لله عثرنا على الولدين، قال، وأخرجناهم من تحت أنقاض. بعد ذلك يقول صرنا النادي على المرأة السيدة أم الأولاد عشان نبشرها أنه طلعناهم وتستلم أولادها، لكن وجدنا الامرأة قد اختفت. سبحان الله المفاجئ، المرأة اختفت. الصدمة هون والمعجزة، بحكي هذا التركي، إنه لما كان أحد الأولاد يسمعنا وإحنا ننادي على المرأة، على أمهم عشان تيجي تستلمهم، كان عمره 13 سنة تقريبا. بقولوا شو قال لهم أنا أمي ماتت من 4 سنين. قال لهم أنا أمي ميتة من 4 سنين. بقول الرجل هذا تاع الإنقاذ: إحنا أصابنا الذهول، مرة مختفية، والولد بقول أمي من 4 سنين متوفية. طبعا اختفت المرأة. بقول رجال الإنقاذ: تفاجأ الجميع الموجودين، والجميع صار يبكي وخروا على أقدامهم من هذه المعجزة التي حصلت. الله لطيف، الله كبير. اللي دخلوا بالخار وتوسلوا في صالح دعائهم، الله فرج عنهم الكربة. سبحان الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. سيدنا ابن عباس قال: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.